الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين يجب أن يكون متشابها للمجموع فلا يخلو، إما أن يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا لكون ذلك المعقول معقولا أو لا. إذا وأشار أبو الشيخ إلى القسم الأول بقوله وإنه شنذ إن كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع الآخر في استتامة التصور العقلي. تمام كرنا تصور عقلي أفان هدو قسمان هذه كيج إدرا شرطة تمام، وكل واحد من القسمين المتشابهين كل واحد كيج شرطا مع الآخر في تمام تصور عقلي ده هذه كيج إدرا شرطة. تمام، هاي شرطي بالبيك أوجي كمبو بوزغها يعني قلت بوزغها. وأشار إلى الوجه الأولي وجه أول أما القسم الأول فباطل قويا فباطل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول وجه بطلان أول قسم أول أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينا للكل مباينة دورة شبوش تعقل شبو تمامبونا تعقل رأيك شرط يكيبه ويقف ذكاء لازم يخوك جفدورا مباين من كم بشرط مشهور جفدورا مباينة. إذا وأشار إلى الوجه الأولي وجه بطلاني في قسم أول بقوله قلتها فهم مباينان له هدو إنترنت جانا kesmişti ben atay burayı da getir. ثم نظام لكن ما يبرين تمام يا دنتي أنا başla. دنتي باش تمام براوسا نزيم تمام يا أبو فهما متباينان له هردو يشتري عقلي را ديشكن مباينة الشرط والمشروطي وكي مباينة الشرط مشروطي. مثلا الشرط المشروط كي ينبغون شرط وجود نهار طلوع الشمس طلوع الشمس وجود نهار يكن لا هذا أوان هذا اسمه تصوري عقلي وقتاكو بي تقسيم كرني ببال دو تحابي وكا هفدوفا وكي كل واحدة جادو قسمات قالي آخر وكي شرطو مشروط ابن وكي شرطو مشروط ابن ويقافي مباينة تاجقراش هفدو آيري بن هفدو آيري بن هردو نابنايك كنا بنايك دمك أكننا يعني انقسام أبال متشابهين أبانين إذا وأشار إلى الوجه الثاني وجه دديا أبو أوجي وجه دديا جديسا خرابونا شرط أول قسم أول قسم أول كوكوك أن يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا في كون ذلك المعقول معقولا. أنا أجيبكم معقول هادو شرطي هردون أو شرطي أو شرطي بيه. إجا بتشي وجاء إبطال إجا وجه دياجي إبطال أبا أن المعقول الذي شرط كوني معقولا أو معقول شرط كوني معقول به حصول جزئين له شرط معقول به دو جزء رهابا لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسمين جرا حيصير جزء باجي جرا ني تقسيم كرني وقد فرضناه واحدا غير منقسم وما جي تقدير كر بقول ياكي كنا تقسيم كرني وفاد فرد اجي تربط حبيك كتين تقسيم كرني هذا خلف افجي بطاله. واشار الى الوجه الثالث بقوله وايضا وجه الثاني وأيضا فيكون المعقول الذي إنما يعقل بالشرطين هما جزءاه فيكون المعقول إنما يعقل بشرطين هما أو هذا الشرط جزءاه جزء
معقولية، جزء معقولية، ومنقسما تيجي تقسيم كرني حال بكي ايه معقول قال لنا تقسيم كرني. وأشار إلى الوجه الثاني بوزغية وجه ضدية يجسسية يجلك أبو أو شجع صالجبه أنه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزءان حاصلين بل تقسيم ثلاث شمع هذا جزء تننه ما دام كسبه فلا يكون الشرط معقوليته حاصلا ما دام كسبه فلا يكون معقولا وما فجيكون معقولا أرجبوا نبو. وأشار إلى الوجه الثاني بقوله وأيضا تشكيل الجهة وكي الدنيا عول أبي السياجية أو شيء فإنه قبل وقوع القسمة بل قسمة كذلك قبل وقوع يكون فاقدا للشرط. أما الشرط معقوليته هم ذاكريه يقول الشرط معقوليته قال بخطابي تقسيم كرني قال هدو الشر بنزري أبن أما يكون بنزري أبدو بن كل واحد كيجوان معقول بتكا خنينه فاقدا شيء فلم يكن معقولا وقال نبا معقول يكون نبا معقول أي بعض معقول يمكن تشنب كذا جيت أنا ما وأشار جيت هذا القسم بقولي وإن لم يكن شرطا وأشار إلى الوجه الثالث سيدا وأشار إلى الوجه الأولي بقوله فهما متباينان له مباينة الشرط والمشروط مخون. تمام. دورمو؟ تمام. يا قضية. مباينة الشرط والمشروط. وأشار إلى الوجه الثاني سيدا بقوله وأيضا فيكون المعقول الذي إنما يخل بشرطين هما جزءه منقسمان. وأشار إلى الوجه الثالث جاء بقوله وأيضا فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين فيكون المعقول هما جزءاه نورا فيكون المعقول الذي إنما يعقل بشرطين هما أواد الشرط جزءاه جزء معقول منه ومنقسما تقسيم كني. وأشار إلى الوجه الثالث جاء بتشكيد. تمام. وأشار إلى الوجه الثالث أعطاتي مدرنا. تمام. حتى تفضل صوري كيا بيجي. نعم تمام. وجه السياتشبو أنه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون جزءان حاصلان حتى تقسيم تشينابا جزء تشينابا. من السيدة وأشار إلى الوجه الثالث بقوله وأيضا فإن قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط. إنه سيدة وأشار إلى الوجه الثالث فإنه قبل وقوع القسمة المعقول ما دبري قسمة لا تشبه يكون فاقدا لشرطه. معنى فاقد شرطه الشرط شبه الشرط أو بو الشرط يكون معقول به بتقسيم كرني تقسيم تيتنية فلم يكن معقولا وقال أبو معقول إيقاد معقول إذا شخص تقسيم تشبه إيش خو أوي البيت شنابه مش إثبات شنا شكرني مش تري خبر. معنى يا جو تقرير أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين يجب أن يكون متشابها للمجموع فلا يكون يخلو إما أن يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا أو لا يكون قسمي ضدية أو لا يكون يعني كون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطية تنية أو لا يكون كذا بل كل واحد من القسمين بانفراد معقولا أيضا بهبرة معقولا تكية تخرج معقولة كالأصل تشاو أصل التك معقولة بهبرة جي معقولة هذه وجه السياء يعني قسم السياء. وأما القسم الثاني وهو أن لا يكون حصول القسمين شرطا في معقوليته. حصول هذا القسم إذا شرط معقوليته ننه
ده قسميات شرط معقولات لنا يعني بيكو ده قسم ما يجتي تعقل كرنه بل يكون هو بنفسه معقولا تمام وبخبخ معقولا وكل واحد من القسمين بانفراده أيضا معقولا كل واحد يجعل قسمه كل واحد بتكيته أيضا وكي أصلي معقولا أو جي معقولا كل واحد يجي معقولا برناكي ذي وكي كالجسم الذي يقبل القسمة إلى السامي وكي جسمك قبول التقسيم ببال أجسام الخدك أم جسم إنسان قبول التقسيم ببال أجسام بالخناك ماله يا علي يا جسمي ولي يا جسمي خالو يا جسمي بالو هيك شو هنا كالجسم الذي يقبل القسمة إلى السامي وأما القسم الأول الثاني قسم الثاني كوابا فباطل أيضا وكي قسم الأول أوجي باطله كما لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته كمكي صورة معقولة مأخوذة بقال لاحق غريب ذات معقولة يعني لاحق لاحقي ويتشمونه يجي كالقسمة أولا يعني وقع تقسيم أول وقي تقسيم أول شو باطل بو أجي شو باطله وكمقارنة ما يقبل القسمة من مقدار ثانيا وكي مقارنة ماكي أو ماجي قبول تقسيم الخدكة دي كنجي درجة دا برنجي كالقسمة أولا باطل لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب مع ذاته يكون معقول بغرابة بغريب رابة لأن أو غريب نا معقولة أبيا برابة نا يتصور كرني دو وكي مقارنة بجسمي ما يقبل القسمة من المقدار ده إجا مقارنة أفجي ثانيا يعني أفجي بطالة يعني كوفي أوي بج بطالة نعم بكي وقد ذكرنا من قبل أن الصور المعقولة إنما تكون مجردة عما يقتضي غير ذواتها نجد في شيرا قتبه صورة معقولة أنجح مجرد ما يكون غير ذاتي ويتشبخ هذا جوان مجردا ما وش أذكر أبتشتك تانا بتيني بهذا داتيني تدبيك الجسم الذي يقبل القسمة إلى الشامي لكون الصورة كما لكون الصورة فباطل ليدا لكون الصورة المعقولة مأخوذة مع لاحق غريب عن ذاته وكالقسمة أولا وكمقارنة ما يقبل القسمة من الإقدار ثانيا تأوى بديب برهف دو ومجد بيشيرا قلت السوري معقول مجرد عما يقتضي غير ذاته إيبانا كو بيبابن وحال ده بباط وأشار الشيخ أبو علي سينيار إلى هذا القسم القسم الثاني قسم الثاني أو لا يكون كذلك يعني لا يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطانين قلت وإن لم يكن شرطان واحد كي الشرط نبه آخر وأشار الشيخ إلى هذا الخلف بقول وإن لم يكن شرطا وإشارة إلى القسم وإلى الخلف اللازم أو خلف لازمته من جهة مقارنة القسمة جهة مقارنة قسمته تقسيمه كمقارنة بيرا شيد بد ببطال أي شيء بالوجي فاكريا قلت فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت معقولة مع ما ليس له مدخلية إلا بالعرض مع ما ليس له مدخلية في تتميم دورمه في تتميم معقوليتها
أباطن بسانية في تميمي في تتميم بقالوا في تتميم معقولية تتميم عبارة يعني في تميم معقوليتي في تتميمي تتميم معقوليتها إلا بالعرض. الصورة المعقولة عند القسمة المفروضة جمع قسمة مفروضة سورة قسمة مفروضة بس سورة معقولة صارت فالسورة المعقولة عند القسمة المفروضة صارت سورة معقولة معقولة مع ما ليس له مدخلية في تتميم معقولاتها إلا بالعرض. تقالوا ما يكون ليس له جمرانين مدخلية تتميم معقوليتها تمام كنا معقولات سورة معقولة تمام كنا وإذا مدخليتنا إلا كبجي بالعرض زافينين عرضية بلى كوسابة وإلى الخلف اللازم من جهة المقارنة القسمة وشاتب الخفيكية وقد فرضنا سورة المعقولة سورة مجردة عن اللواحق الغريبة اللواحق غريبة ما يقول سورة معقولة اللواحق غريبة مجردة فإذا هي ملابسة بعد لها إذا هي أفسرت ملابسة بعده دبشتي تعاقلاوي ملابسة لهاج لواحقي غريبة رأيه لواحقي غريبة رأيه ملابسة أوجي بطالة نابة ومعقولة بها ملابسة تشترك غير معقولة بها قربة ما نسلق فتنفيذ وتلقش معقولية ذلك وحاصل ببردها هم قسم أول هم قسم ثاني يعني أن يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا بطالة ولا يكون كل واحد من القسمين بانفراد معقولا بأوجه بطالة وإن لم يكن شرطا وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار وإشارات كذا مصنف شيخ ببالوي خلفة كل لازم جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار أو خلفة كل لازم جهة مقارنة ما يقبل القسمة أو قبول قسمة من المقدار شو مقدار قبول قسمتك أو إشارة بالخلفة وكريا بقوله بقوله إشارة الخلف من جهة بقوله أخوي إشارة كده قلت وكيف لا وهي عارضة لا بسبب ما فيه قدر في أقل منه بلاغ وكيف لا شوى كل واحق غريبة بها من شوى نبطاله وهي عارضة لها أو لا وحق جرى عارض بسبب ما فيه بسبب ما في دوي ما يدهي قدر أقل منه بلاغ دأن هندك تيدا ياشتنا مقداري هي شو يعني؟ تيدا يعني معنى أواجه فهمتك ماذا إنكي أجي برتلاتنا قارية مزيا أواد بجمدهم قي أذبا يعني دبي وفسرت بأواقو وإلى الخلف وأشار إلى القسم الثاني وإلى الخلف اللازم من جهة مقارنة ما يقبل القسمة من المقدار إشارة بالخلفية أيضا بقوله وكيف لا سواء مخلفة وهي عارضة لا تم أذ لو حق عرض جسورة را عرضة دعرض وجي بسبب ما فيه بسبب ما في بما إذا قدر مقدارك في أقل منه بلاغ أنتك كنت دا
تبلیغ کوای مقدارك هي يعني مترك 2 متر كيلومتر شي آخر مقدارك تيدا هي إذا مقدار فإن أحد القسمين هو حافظ لنوع السورة يجهد قسما دو قسم يجهد حافظ نفس السورة إن كان مشابها أجد بنزر فالسورة التي جردناها أو سورة أموي تجريدا ويدكن سورة التي جردناها أو سورة مغشاة بعده قبط كيا بهيئة غريبة أو هيئة غريب من جمع قد قسمات جينيهاف أو تفريقين يا شفقتين أو زيادة كي أفلاميسكي أو نقصاني كي ماسكي تيتشيتكي أو اختصاصي بوضعين خاصي بوضعك بدانين كيدكي فليست حال دي وقتك أوهابة فليست هي السورة المفروضة أو سورتك تفرض كي تقدير كي تقدير مجردة أبيا نبو مجرد نبو مجرد تبشتكو نبو مجرد دمكي نابا أبهدو جيبون نبون إما أن يكون كل واحد من القسمين مع الآخر شرطا في ذلك المعقول معقولا أبيا تشينبو أو لا يكون بجين أو جيتشينبو الحاصل هم معقول بجرب محسوسات ترى على قدره ويقول اشكياوي نب كيماي نب زيدبون نب أكلماء بتتشتكي جرت مثلا يأبن أبيا أمجئي خيالي قديان أمجئي محسوسات فراقبوي محسوسات أمهارن زيادة تزاني فتخوازي هم دلا بساكنين سبجي في درتو أم بقين نكي دري سيدا أم بقين أسر فصلا حجدة أم جشتنا أنا وكيف لا كي دري سيدا وأما سورة الحسية والخالية رقم دوية لابنرا لما فرغ من بيان امتناع حلول السورة المعقولة في الجسم وما يتبعه بين وجوده الظلام أمينك اشتبه اليوم ما؟ خود اشتبه ده هيتنك اشتبه ده متنه الشرعي ده نك اشتبه ده جديد بيجي نعم فاكي يملكنا وذلك لأن القسمة حاضرة في شيء فيها ذو مقدار في أقل منه كفاية فإن القسمين إن كان مشابهين للقسم الآخر نوصل فهو حافظ للنوع السورة المعقولة فإذا السورة التي فرضناها مجردة كانت مغشاة بعد بهيئة غريبة نوصل وكيف لا وهي عارية لا بسائر ما فيه قدر في أقل من البلاغ فإن أحد القسمين هو حافظ للنوع السورة أحد القسمين إن كان مشابهان فالسورة التي جردناها مغشاة بعده بهيئة غريبة قفت مشكي بهيئة غريب أو هيئة غريب من جمع تفريق زيادة نقصان يا اختصاصي بوضعين وسبب فليست هي السورة المفروضة فليست هي السورة المفروضة أو سورة كان فرضكم أو من جمع إذا اعتبر حصول الكل من القسمين أو تفريقين إذا اعتبر انضمامه إليهما أو زيادتين إذا اعتبر حصوله من انضياف أحد القسمين إلى الآخر أو نقصان إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما منه وذلك سيدا أو وذلك أتينك ما جيك تخوني وذلك لأن القسمة عارضة لها إيه وذلك أن القسمة تمام وذلك لأن القسمة عارضة لها تمام عارضة ترى بسبب شيء تمام فيه دويش أداة ذو مقدار في أقل ما منه كفاية ماله
عارضة جسولات عقلية بسبب الشيء كي كفي دوي شيء دا خدي مقدار في أقل هند منو كفايات عندك يجي كفايات تلا تشيد به عندك فإن أحد القسمين وإن كان مشابها للقسم الآخر أجايك بنزري كبا فهو حافظ لنوع السورة المعقولة رقابة بنزرية تبا حافظية السورة المعقولة رأيه إذا كو حافظ السورة التي فرضناها مجردة أو السورة كتبه معقول قرأ مجرد به رقابة السورة مجرد كان مغشاة بعده بو قفالي كرن بهيئة غريبة أو هيئة من الغريب جي من جمعين جمع جي إذا اعتبر حصول الكل من القسمين تبي هادو قسم هادورا تشيد بن هيئة كي غريب تدا تشيد بك أو هيئة غريب شيا جمع هادو حصول هادو قسمة بهافرا تشيد به بهافرا أو تفريقين تمام بهيئة غريبة وهيئة غريب تفريق وشبقتين إذا اعتبر الانقسام إليهما قبل هذا القسم طبعا ابدا تفريق راسته أو زيادتين زيادة إذا اعتبر حصوله يك أكل مشكل بول يكيفان الحصول من انضياف أحد القسمين الآخر تمام يكي بسبري يكي أو نقصان تمام أو نقصان يجي إذا اعتبر بقاء المعقولية بعد حذف أحدهما راسته يجهر دو مشاركة هرجي معقوليتك بمينة أو نقصانا أو نقصان كذلك تمام واختصاص بوضعين تمام أو اختصاص بوضعين من جمع تفريق زيادة نقصان اختصاص بوضعين كما اختصاص بوضعين شتبه لأن التجزئة إلى جزئين متشابهين جهد ذكرنا بل جزء بنظرها لا تعرض إلا للماضيات ورأي تجزئة بل جزء أنجاز ماضيات رشيد بج معقولات رشيد نابه فهي تقتضي وضع ما لا محالته هذا وضع أكيد تدخله وضع أكيد تدخله بشبه تمام وقوله فليست هي الصورة المفروضة إشارة إلى الخلف وتنام مصنفه فليست هي الصورة المفروضة أوان أدو الصورة لأن التجزئة إلى جزئين متشابهين لا تعرض إلا للماضيات فهي تقتضي وضعا ما لا محالته إكو وسابة وضعا في بخوضة بشبه كو فليست هي الصورة المفروضة هذه إشارة كو صورة مفروضة نينة إدمك هذه صورة كو أنا أبزيادة ليتشيز بن أو صورة كو مقوتيا مجردة يجهب ربو مخالد ويجهب ربو مخالد دي صنف تماما سيدنا يعني تشتكي أن الغيطان بكين معقولات جرى بنزلي وان دو محسوسات دا تنبن او لواحق محسوسي تنبن وان تمام. أسأل الله خير كثيرا.